السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم عيش الكماك او عيش البكاكين. اللهم بارك، العيش كله ارتفع، مفيش ولا رغيف ما ارتفعش خالص. هقولك بقى على التسوية المظبوطة والعجينة المظبوطة، بس يا ريت تتابعيني للآخر. ويا ريت لو أول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. بجد العيش تحفة وانا عايزاكي تجربيه، بس بعد ما تشوفي الطريقة كاملة. لو بتعمليه وما بيرتفعش معاكي خالص هقولك من ايه، بس تتابعيني للآخر. يلا بقى نشوف الطريقة المظبوطة. في الأول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا كده 150 جرام سمنة، ومعايا 50 جرام سكر، ومعايا كده 400 جرام حليب. الكماك بيتعجن بالحليب زي عجينة القرص الفلاحي، هي نفس العجينة. أنا في الأول نزلت ب 400 جرام، ونحتاجت معايا العجينة هنزل بقى واحدة واحدة. نزلت بقى ب 400 جرام حليب، ونزلت عليهم ب 150 جرام سمنة، ونزلت كمان ب50 جرام سكر، و12 جرام خميرة فورية على الميزان. لو مفيش ميزان يبقى معلقة وربع خميرة فورية علشان الجو برد. نظبط بقى الخميرة والحليب يكون دافي، ونشتغل كده مظبوط علشان نعمل الكماك ويرتفع معانا، وكمان علشان ما ياخدش معانا وقت في الخمر. انا قلبت بقى في الخليط لحد ما السكر داب، وبعد كده نزلت على طول بالدقيق. الدقيق انا نخلاه كويس في الاول، وعلى الدقيق كده هضيف بقى ربع معلقة ملح، ونص معلقة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيساعد كمان ان الخميره تبقى نشطه، والكماك ما يعوقش معانا في الخمر، واللهم بارك يرتفع معانا كله. بعد كده هنقلب، لو لقينا فيه دقيق هننزل بقى بالحليب واحده واحده، والحليب يكون دافي زي ما قلت لك. هقلب الاول بالمعلقه، واول ما الدقيق يختفي بعد كده هشيل المعلقه وهنزل اعجن بايدي. اهم حاجه هي خطوات العجين، وعايزاكي بقى في اي معجنات تمشي على نفس خطوات العجين. يعني تعجنيها عجينه يابسه في الاول، ونحتاجت معاكي ميه او حليب تنزلي واحده واحده عشان تظبطي العجينه. العجينة الطرية هتغلبك في العجين، ونضفت دقيق المكونات كلها هتبوظ معاكي. فيا ريت بقى نعجن العجينة يابسة، ونحتاجت معانا ننزل بقى بالمية او الحليب واحدة واحدة. دي خطوات العجين المظبوطة اللي هتطلع النتيجة معاكي مظبوطة. وعشان كده بقولك يا ريت في اي معجنات تعجنيها. انا عجنت كده العجينة يابسة، وكل ما احتاجت بقى معايا حليب نزلت واحدة واحدة، وهقولك في نهاية العجين هي اخدت معايا حليب قد ايه. وقت العجن اخد معايا 10 دقايق. لو تعبتي شوية ريحي في نص العجينة، وارجعي للعجينة على طول علشان ما تبردش معاكي. ارجعي اعجني تاني. يعني كل ما تتعبي ريحي شوية بس غطيها علشان ما تبردش. كل بقى ما ندفي العجين في الشتاء كل ما النتيجة هتطلع معانا تحفة. انا نزلت بقى بالحليب واحدة واحدة لحد ما نهيت العجين. العجينة نعمت، واللهم بارك ما فيهاش اي تلزيق. اخدت بقى معايا حليب قد ايه؟ اخدت 480 جرام، وعلى حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. في دقيق بيشرب سوائل كتيره، وفي دقيق لا. خلي بالك بقى من الخطوات اللي هي زي كده. هنعجن العجينه ونشوفها تحت ايدنا، لو لقيناها صعبه يعني جامده شويه ننزل معلقه معلقه ونلت العجينه. لو لقينا العجينه اضطرت وفي نفس الوقت ناعمه ونضغط عليها كده طريه بس ما فيهاش تلزيق جامد، هي بيبقى تلزيق على بسيط. اللهم بارك، العجينه مظبوطه. انا مش هبقى هسيبها تخمر، انا هشتغل فيها على طول، مش هسيبها تخمر غير مره واحده بعد الفرد. هقطع بقى قطعه العجينه قد الليمونه الوسط. لو عايزاه اكبر من كده او اصغر من كده دي يرجع لك انت في الاخر. يعني هي على الميزان 55 جرام، لو مفيش ميزان يبقى نعملها كده بالنظر ونظبط القطع. انا عملت الكيلو 30 رغيف وحجمه كان وسط، اللهم بارك. لو عايزاه بقى اصغر من كده ممكن يعمل معاكي 35 رغيف. انا خلصت بقى الكميه كلها، هغطيها بالكيس علشان ما تعملش معايا طبقه ناشفه، وهشتغل فيها على طول. اهم حاجه خطواتك تكون مظبوطه في الشتاء علشان الكماك يرفع معاكي. يعني التدفئه، انا جبت الطبليه وفرشت عليها ملايه عجين علشان ندفيه، ومن فوق الملايه كده فرشت كيس علشان الكماك كله سمنه زي عجينه القرص. مينفعش خالص نحطها على الملايه، بنحطها على كيس في الاول. هنبدأ بقى نفرد الأول. أنا هفرده معاكم شكل طولي، وهفرد مدور. في الأول هفرد المدور. هنعمل بقى كده وندور الرغيف ونخلي سمكه مظبوط، يعني نخليش جنب رقيق وجنب تخين علشان الكماك يرفع معانا كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. الفرد سهل جدا، بس أهم حاجة فيه خطوات لازم تعمليها. يعني هتفرديه وتدوريه وتخليه سمكه كل واحد، ما يكونش تخين من جنب ومن جنب رايق، علشان بس يرتفع كله معاكي من مره واحده. وكمان ما نخليش سمكه تخين ونقول ان هو عشان يرتفع. العيش كله هيرتفع لو مشيت على نفس خطوات العجين والعجينه مظبوطه معاكي.
بعد كده هنفرد بقى ونخلي سمكه كده في الوسط، ما يكونش تخين قوي ولا رقيق قوي، وننفضه من الدقيق، ما نخليش تحتيه دقيق خالص علشان ساعة ما نسويه ما يتحرقش معانا. اخر الفرد خالص نفضيه من الدقيق وحطيه كده على الملاية، وسعي بعيد عن بعضه علشان ما يخمرش ويلزق لبعضيه، ادي مسافة حاجة بسيطة كده بين بعضيه. وبعد كده تحطي بقى وترصي جنب بعضيه، واخر ما بتخلصي بتغطيه على طول بملاية العجين علشان يدفى ويرتفع معاكي. اهم حاجة الخمر، يعني ما تستعجليش عليه، اهم حاجة يخمر معاكي ويرتفع وتلاقيه كده ارتفع قبل ما تسويه. لو لقيتيه لسه زي ما انت عاملاه هتسيبيه وتغطيه لما يختمر، وتدوري بقى الرغيف وتخليه مدور معاكي ومظبوط. التسوية هتطلع معاكي مظبوطة طالما الخطوات كلها مظبوطة، يعني نعجن العجينة مظبوط والفرد يكون مظبوط، وما نستعجلش عليه خالص ونقوم نسويه الا لما نلاقيه خمر. تعالوا بقى نعمل مع بعض شكل تاني. انا عملت معاكم المدور، هعمل معاكم بقى الشكل الطولي، واللي يعجبك انت هتعمليه. بتمشي بقى النشابة رايح جاي، واللي لقيتي فيه تلزيق هترشي رشة دقيق، بس تظبطي السمك، يعني ما تخليش جنب تخين وجنب رقيق. الشكل الطولي كله بيرتفع، استحالة مفيش رغيف مش هيرتفع معاكي، وبجد طريقته سهلة جدا لو هتعمليه طولي. المدور ممكن ما يظبطش معاكي، يبقى فيه رغيف جنب رقيق وجنب تخين، اما الشكل الطولي كله هيرتفع معاكي. لو حابة بقى تعمليه شكل طولي وتجربيه، جربي حتى لو في نص كيلو. انا قمت بقى شغلت الفرن سخن، اخد معايا كده 10 دقايق تسخين، ودخلت الصينية اللي انا هسوي فيها سخنت في الاول. اهم حاجه ما نستعجلش ونقوم نسويه الا لما نلاقيه اختمر على الفرشه. يعني هتختمر ازاي؟ هتلاقيه رفع، وانتي بقى بتشيليه من على الفرشه، بتقلبي بقى الكيس على ايدك، والرغيف بتشيليه بالراحه خالص عشان ما يهبطش الخمر بتاعه خالص. بتجربي الاول صينيه، لو لقيتيه ارتفع ومش منفض هتكملي بقيه التسويه. اللهم بارك، انا جربت اول صينيه ريحته وهي بتستوي بجد تحفه، وكمان عطى لون من فوق ومن تحت اللهم بارك، والرغيف ارتفع كله مره واحده. هكمل بقى بقيه التسويه، هسوي معاكم كمان الشكل الطولي. وبعد كده اول ما لقيت بقى السوا مظبوط، دخلت صينيه كمان سخنت، وبسوي كده صينيتين مع بعض. يعني هتسوي في الصاجة او الصينية اللي انت هتسوي فيها لازم تكون سخنة في الاول، لو ما سخنتش هتلاقي الرغيف ما بيرتفعش خالص. اهم حاجة يسخن في الاول. لو هتسويه على البوتاجاز من فوق هتسخني الصينية او الطاسة في الاول، وبعد كده تسوي فيها او في الفرن او في فرن البوتاجاز. اهم حاجة التسوية المظبوطة، علشان كده بقولك تابعيني للاخر. اللهم بارك، العيش كله ارتفع وعطى كمان لون تحفة من فوق ومن تحت. عيش الكماك هي نفس عجينة القرص الفلاحي، بس بصراحة هو أحلى من القرص الفلاحي بكتير. أنا عايزاكي تجربيه وتشوفيه بنفسك. بجد هو سهل جدا، مفيهوش حاجة صعبة. وكمان فتحت معاكم الرغيف علشان تشوفوه من جوه سمكه من فوق زي من تحت، يعني مش رقيق من فوق ومن تحت تخين. اللهم بارك، تسويته تحفة، وكمان ما تستعجليش عليه خالص وتقومي تسويه علشان ما يبقاش منفض وسمكه رقيق من فوق. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناة.